انت عارف انك في اخر نص ساعة شفت اكتر من 50 معلومة و10 خناقات و5 ترندات ملهمش اي لازمة في حياتك؟ عارف ده كله عمل ايه في مخك؟ مخك اتهرى تشتت. بص يا صاحبي، عقلك ده اغلى حاجة انت بتمتلكها، اغلى حاجة عندك، بس للاسف انت فاتحه سداح مداح. احنا بقينا بنصحى وننام في ترندات، مين اتطلقت، مين عمل فيديو وهو بيرقص، ايه الاغنية اللي طالعة ترند دلوقتي. خليني اوضح لك حاجة، ان السوشيال ميديا متصممة انها دايما تخليك حاسس انك فايتك حاجة، فبتفضل تسكرول لحد ما تلاقي يومك خلص وطاقتك وباقتك خلصوا وانت ما عملتش اي حاجه مفيده من اللي انت شفته ده كله. المشكله هنا مش بس ان الوقت بيضيع، المشكله لما بنعود مخنا على فيديوهات ال 15 ثانيه دي بنقتل قدرتنا على التركيز عامه. تلاقي نفسك ما بتعرفش تذاكر نص ساعه مثلا، ما بتطبقش فكره مشروع هتاخد منك وقت لانك ما بقتش قادر تستنى، خلاص عايز تشوف النتيجه دلوقتي من كتر الفيديوهات السريعه اللي بنتفرج عليها. بعد ما دورت شويه اكتشفت ان الناس اللي هتنجح في 2026 هم الناس اللي عندهم قدرة على التركيز اكتر. الشخص اللي يقدر يقفل الموبايل ويشتغل على حاجة مهمة، او يقفل موبايله ويذاكر لمدة ساعتين من غير ما يحس انه محتاج للموبايل. ده بطل خارق في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. الترند هيموت بكرة، والخبر اللي انت شفته على الفيس من شوية ده هيتنسي بعد ساعة او ساعتين مثلا، لكن الشغل اللي انت هتخلصه اللي وراك، او المذاكرة اللي وراك اللي هتخلصها، هي دي اللي هتفضل معاك. بالعقل، نصيحة بقى اخوية بنصحك بيها وبنصح نفسي وبنصح كل الناس بيها: اعمل فلترة لكل اللي بتتابعه. اي حد مش بيضيف لك حاجة تنفعك في حياتك او بيضيف لك فلوس في جيبك اعمل له الغاء متابعه حالا. بتتابعه ليه مش عارف انا متضايق ليه، بس الموضوع احنا للاسف بنقضي يومنا كله على السوشيال ميديا. يعني حياتي بتضيع مني وانا بتفرج على كروان مشاكل في فرحه، او علياء كاميرون وهي بتغني كاميرون في الشارع. يا نهار ابيض.